واحد الراجل من مراكش غادي يصون على البوليس مع الصباح، كيقول باللي انه لقى الخدام ديالو مقتول في المحل. فشكون اللي قتل هذا الخدام وعلاش، واش البوليس قدروا انهم يفكوا اللغز ديال هذه الجريمه؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفوا في هذه القصه. بلا ما ندور عليكم، على بركه الله نبداو الحلقه ديالنا. القصه كتبدا معنا ملي داك الراجل صون على البوليس وعلمهم باللي لقى الخدام اللي كيقابل ليه الحانوت مقتول في البلاصه اللي كينعس فيها. البوليس غادي يجيو كيجريو لتما. ملي وصلوا في اعلان غادي يلقاو واحد الدري اللي يكون في عمره تقريبا 30 عام ميت وفيه اثار ديال الطعنات في عنقه وفي صدره، والبلاصه فين لقاوه حدا البيت فين كان كينعس، حيت مول المحل خلى واحد البلاصه في الاخر ديال المحل فيها كوزينه وطواليت وواحد البيت، وتما فين كان كيعيش داك الخدام اللي سميتو حسن. الشرطه العلميه ملي كانوا كيبحثوا غادي يلقاو شي فلوس في واحد المجر حدا الناموسيه فين كان كينعس حسن، وحتى ملي قلبوا المجر ديال المحل غادي يلقاو فيه الفلوس والتعبئات وكل شيء في بلاصتو، حتى حاجه ما تسرقات، وحتى من التليفون ديال حسن لقاو عنده في الجيب. اذا اللي قتلو ماشي غرضه في السرقه. هنا المحققين غادي يبداو البحث ديالهم مع داك مول المحل تما نيت، واول سؤال غادي يسولوه هو كيفاش عرفتي بلي حسن مات؟ داك السيد كيقول بلي هو ساكن فوق المحل. ملي هبط مع 10 ديال الصباح باش يمشي لواحد المحل اخر كيقابلوه هو، غادي يلقى بلي حسن مازال ما حلش وما مولفاش ليه، حيت كان ديما كيحل مع 8 الصباح. قال واقيلا داه النعاس او ياك ما مريض، وهو عنده الدوبل ديال السوارت. غادي يحل المحل وغادي يدخل باش يشوف حسن مالو، وهنا فين لقاه مرمي وغارق في الدميات حدا البيت اللي كينعس فيها. البوليس غادي يقولوا ليه واش بوحدو اللي كيسكن تما؟ داك السيد كيقول باللي غير بوحدو، وعاودوا سولوه حسن منين اصله، واش مزوج، وشحال هو خدام معاك؟ مول المحل كيقول باللي حسن ما مزوج واصله من ورتزات، وهادي شي عامين وهو خدام معاه. المحققين غادي يقولوا ليه واش كيجي عنده شي صاحبو او لا شي حد من عائلته؟ داك الراجل كيقول باللي ما عمرو شاف معاه شي حد كيدخلو لتما، وهادو هما الاقوال اللي قال داك السيد للبوليس. الشرطه العلميه ملي سالاو البحث ديالهم في مسرح الجريمه غادي يجمعوا الجثه ديال حسن وغادي يصيفطوها لعند الطبيب باش يدير ليها التشريح. وشي محققين غادي يبداو كيسولوا في الجيران اللي كانوا قراب لذاك الحانوت شنو كيعرفوا على حسن، واش عنده شي مشكله مع شي حد في الحومه. الجيران كاملين كيقولوا باللي حسن الله يعمرها دار وما عمرهم شافوا منه العيب، وكيقولوا باللي ما في خبرهم والو باللي عنده شي مشكل مع شي حد في الحومه. غادي يدوز النهار على هذا الشيء والنتائج ديال التشريح الطبي خرجوا. الطبيب كيقول باللي حسن تقتل تقريبا مع شي 11 ديال الليل، وكيقول باللي لقى فيه 4 ديال الضربي، وحده في عنقو وحده في صدرو وجوج في كرشو. والطبيب كيقول باللي دوك الضربي كانوا قويين، اي انه اللي ضربو كان حاقد عليه او لا باغي ينتقم منه. اما بالنسبه للنتائج ديال البصمات اللي لقاو في ديك البلاصه فما لقاو حتى شي بصمه اللي غريبه من غير البصمات ديال حسن. صافي هنا البحث ديال البوليس طبلوكا، حيت النتائج ديال التشريح الطبي ما عطاوهم حتى شي خيط. المحققين اش غادي يديروا؟ غادي ياخذوا التليفون ديال حسن وغادي يصيفطوه باش تدار ليه الخبره باش يشوفوا مع من كان كيدوي وداك التليفون شنو فيه في الداخل. هاد العمليه كتاخذ شويه ديال الوقت، ولكن البوليس ما عندهم ما يديروا سوى يتسناو. غادي تدوز 3 ايام على النهار اللي لقاو فيه حسن مقتول. البوليس عاوتاني ديال مراكش غادي تلقى واحد الاتصال، غادي يصونيو عليهم شي ناس من واحد الحومه كيقولوا باللي واحد السيد عنده الكروسه كيقلب في الزبل ديال واحد المزبله اللي صغيره كاينه حدا الحومه، وهو كيقلب غادي يلقى واحد 3 ديال الخناشي. ملي حلهم باش يشوف شنو فيهم غادي يلقى فيهم بنادم مقطع طراف. البوليس بالزربه غادي يمشيو لديك البلاصه. في اعلان ملي وصلوا غادي يلقاو واحد 3 ديال الخناشي مفرقين على بعضياتهم، كل وحده وفين مرميه. الخنشه الاولى فيها الرجلين، والثانيه فيها الكرش، والثالثه فيها الراس واليدين. وديك الجثه كانت ديال المراه ولكن كانت كلها محروقه خصوصا في وجهها وفي يديها. الشرطه العلميه ملي داروا البحث ديالهم وجمعوا كاع الادله الممكنه غادي يجمعوا ديك الجثه وغادي يصيفطوها لمستودع الاموات باش حتى هي يتدار لها التشريح باش يعرفوا السبب ديال الوفاه وشحال من حاجه اخرى. ملي خرجوا النتائج ديال التشريح الطبي الطبيب كيقول باللي ديك الجثه ديال المراه اللي كون في عمرها 27 عام، وكيقول باللي سبب الوفاه ديالها هو الاختناق، شي حد خنقها حتى مات، وكيقول باللي هادي يومين باش تقتلات. اما بالنسبه للبصمات ديالها فما قدرش الطبيب ياخذهم حيت يديها كلهم محروقين، وكيقول باللي تحرقوا بلا السيد. علاش اللي قتل ديك البنت حرق ليها يديها
يديها ووجهها باش البوليس ما يقدروش ياخذوا لها البصمات وما يقدروش يتعرفوا عليها. اول حاجه غادي يديروها المحققين باش يفكوا اللغز ديال هذه الجريمه هو يشوفوا واش كان شي حد دار شي شكايه كيقلب على شي بنت اللي يكون في عمرها 27 عام. البوليس ملي قلبوا ما لقاو عندهم حتى شي شكايه، وغادي يمشيو حتى عند الجندارم ديال النواحي ديال مدينه مراكش وسولوهم، ولكن حتى هما ما عندهم حتى شي شكايه. المحققين الامل الوحيد اللي بقى عندهم هو يتسناو شي حد يجي كيقلب على شي بنت اللي يكون في عمرها 27 عام، حيت مستحيل تبحث في شي جريمه والضحيه ما كتعرفهاش شكون وفين كتسكن. ما يمكنش. البوليس عاوتاني البحث ديالهم طبلوكا حتى في هذه الجريمه وما عليهم سوى يتسناو حتى تبان شي حاجه اللي جديده. دابا غادي نرجعوا للجريمه ديال حسن مول الحانوت. ملي خرجوا النتائج ديال الخبره ديال التليفون غادي يلقاو باللي حسن كان كيدوي مع واحد النمره تقريبا يوميا لمده ديال ساعه حتى لساعه ونص، وكيدوي مع شي نوامر اخرين بحال ديال مول المحل ووالديه واخوه، ولكن المده ديال المكالمه كتكون قصيره، الا طولات كتكون 5 دقائق. وغادي يلقاو في التليفون شي تصاور مع واحد البنت في ديك البيت اللي كينعس فيها، تصاور اللي ماشي عاديين بحال الا كان مزوج بديك البنت. ودوك التصاور ماشي قدام، اخر تصويره تقريبا كانت قبل 15 يوم قبل ما يموت، وهذا الشيء كيبين بلي ديك البنت ديما كتجي عنده لديك البلاصه. المحققين غادي يفرحوا حيت بعدا وصلوا لهذا الخير، وقالوا بلي غالبا حسن غادي تكون عنده علاقه مع ديك البنت، وديك النمره اللي كيدوي معاها بزاف 100% غادي تكون ديالها. ولكن شكون هي هاد البنت؟ إلا وصلتي هنا فغالبا غادي تكون القصه عجبتك والمحتوى اللي كندير غادي يكون عجبك. نتمنى منك انك تخلي لي واحد جيم الفيديو وشي تعليق كيف ما كان واشتراك في القناه هكا باش كتشجعني انني ديما نبقى لوح قصص جداد. ودابا نرجعوا للقصه ديالنا. البوليس غادي يخرجوا دوك التصاور وغادي يعيطوا على مول المحل. ملي جا عندهم وراوهم ليه وقالوا ليه واش كتعرف هاد البنت. السيد بقى كيشوف في دوك التصاور وغادي يقول لهم بلي هاد المراه فايت ليه شافها كتقدى عند حسن شحال من مره. البوليس قالوا ليه واش كتعرف فين كتسكن. داك السيد كيقول بلي ما كيعرفهاش، وكيقول بلي داك المحل حسن اللي مكلف به، وهو كيعرف غير في الاخر ديال العام كيدير الحساب مع حسن وكيتقاسموا الارباح. البوليس غادي يعيطوا على المقدم ديال ديك الحومه. ملي جا عندهم غادي يوريوه التصويره ديال ديك البنت وقالوا ليه واش كتعرف هاد البنت. المقدم شاف التصويره مزيان وقال ليه بلي هاد البنت ما كيعرفهاش وما كتسكنش في الحومه ديالو. المحققين غادي يقولوا الا هاد البنت كتجي كتقدى عند حسن اذا غادي تكون قريبه لديك الحومه. اش غادي يديروا؟ غادي يعيطوا على كاع المقدمين ديال الاحياء اللي قرب لتما باش يسولوهم على هاد البنت. المقدمين ملي جاوا الكوميساريه وشافوا ديك التصويره واحد المقدم اللي قدر يتعرف عليها وقال لهم باللي هادي مرات سعيد البناي اللي كاريين عند الحاج محمد. المحققين غادي يقولوا ليه واش متاكد. المقدم كيقول باللي متاكد. اذا القضيه داخله فيها الخيانه الزوجيه. المحققين غادي يطلبوا من داك المقدم باش يمشي معاهم لعندها. داك الشيء اللي غادي يوقع ملي داهم لدارها بقاو كيدقوا عليها تما حتى عياو. المقدم غادي يصوني على الحاج محمد مول الدار وسولوا على سعيد ومراته. الحاج كيقول باللي هادي شي 5 ايام باش خواو الدار ورحلوا، وقال ليه باللي واقيلا تحولوا للبلاد عند والدين سعيد. المقدم غادي يطلب من داك الحاج باش يمشي عند البوليس للكوميساريه حيت محتاجينه ضروري. وملي جا للكوميساريه البوليس غادي يجلسوا معاه وغادي يوريوه هذيك التصويره ديال ديك البنت وقالوا ليه واش كتعرفها حيت ممكن يوقع شي غلط. الحاج ملي شاف ديك التصويره قال لهم بلي هذه مرات سعيد اللي كاريين عندي وغادي يسولوه امتى بالضبط سعيد خوا الدار. الحاج كيقول نهار الجمعه سعيد جاب البيكوب وشارج عليها حوايجو وخلص ليا الشهر ديال الكرا وقال لي بلي غادي يرجع لبلادو عند والديه. البوليس قالوا ليه واش معاه مراته. الحاج كيقول لا وكيقول بلي سولوا فيها. سعيد قال ليه بلي صافتها البلاد هادي يومين وهو يلا غادي يوصل عليها. البوليس غادي يقولوا ليه فين البلاد ديالو. الحاج كيقول واقيلا شي دوار في النواحي ديال قلعه السرغنه. المحققين غادي ياخذوا النمره ديال سعيد من عند الحاج وغادي يصونيو عليه. قالوا السلام عليكم واش سعيد هذا؟ قال لهم اييه شكون معايا؟ قالوا ليه معاك البوليس ديال مراكش. قال لهم اش حب الخاطر؟ قالوا ليه انت فين كاين؟ قال لهم انا كاين في الدار البيضاء. البوليس غادي يقولوا ليه بلي ضروري غدا تجي عندنا الكوميساريه
شويه محتاجينك في واحد القضيه اللي مهمه. سعيد غادي يقول لهم واخا وقطع التليفون. المحققين بقاو كيتعجبوا، ما سولهم لاش باغيينو وزيد عليها كيكذب. الحاج قال ليه غادي للبلاد ودابا كيقول لهم بلي هو كاين في الدار البيضاء. المحققين قالوا ماشي مشكل، غدا ملي غادي يجي غادي نفهموا كل شيء. ملي وصل الغد ليه البوليس بقاو كيتسناو فيه. ضربات 11 ديال النهار مازال ما جا، وصلت الجوج سعيد مازال ما جا. المحققين غادي يعاودوا يصونيو عليه ولكن غادي يلقاو التليفون ديالو طافي. قالوا ممكن يكون التليفون خواليه من الشارج او لا خرجت ليه شي حاجه اللي ضروريه وما قدرش يجي اليوم. ولكن حتى الغد ليه ما جاش وحتى التليفون ديالو ما خدامش. وحتى ملي كانوا البوليس كيصونيو على ديك النمره اللي كان حسن كيدوي معاها بزاف كيلقاوها حتى هي طافيه. المحققين غادي يدخلهم الشك، هاد خونا شي حاجه تحت راسو. داكشي علاش غادي يعاودوا يرجعوا عند الحاج مول الدار وسولوه واش عندك النمره ديال مرات سعيد. الحاج كيقول لا، ولكن قال لهم باللي كاينه عند مراتو. البوليس قالوا ليه سير جيبها. ملي جابها غادي يلقاو باللي نفس النمره هي اللي كان كيدوي معها حسن بزاف. المحققين غادي يسولوا الحاج واش عندك شي فوتوكوبي ديال لاكارت ديال سعيد. الحاج قال لهم لا، ولكن قال لهم باللي عنده العقد ديال الكراء غادي يكون فيه الرقم ديال البطاقه الوطنيه ديال سعيد. المحققين غادي يطلبوا منه يجيب لهم ديك الكونطرا. ملي جابها غادي ياخذوها وغادي يرجعوا للكوميساريه باش يجبدوا لاكارت ديال سعيد. ملي جبدوها غادي ياخذوا العنوان ديال لاكارت وفعلا غادي يلقاوه واحد الدوار في النواحي ديال قلعه السرغنه. دابا المشتبهين في قتل ديال حسن هما سعيد ومراتو حيت غبروا. هنا البوليس غادي يمشيو لذاك العنوان اللي كاين عند سعيد في لاكارت باش يشوفوا ياك ما مشى يتخبى عند والديه. ولكن قبل ما يمشيو لذاك الدوار غادي يمشيو عند الجندرم ديال ديك المنطقه وهما الاولين باش يمشيو معاهم حيت هما اللي مكلفين بديك المنطقه. ملي وصلوا لذاك الدوار غادي يعيطوا على المقدم ديالو باش يمشي معاهم للدار ديال والدين سعيد. ملي داهم غادي يدقوا عليهم وغادي تخرج امه. غادي يسولوها البوليس واش كاين سعيد في الدار. قالت لهم لا. قالوا لها باللي عندهم امر باش يفتشوا الدار. ديك الام ما تعكستش معاهم وخلاتهم يفتشوا ولكن ما غادي يلقاو فيها والو. ديك الساعه غادي يجمعوا العائله ديال سعيد كامله في الدار وغادي يبداو يسولوا فيهم وقالوا لهم امتى اخر مره سعيد جا عندكم. والديه كيقولوا باللي اخر مره جا عندهم هو العيد الكبير. المحققين قالوا لهم واش في خباركم باللي سعيد راه رحل من مراكش. والديه كيقولوا باللي ما في خبارهمش. غادي يعاودوا يسولوهم امتى اخر مره صون عليكم. مو كتقول اخر مره صون عليها هي اول البارح من واحد النمره اللي جديده وقال ليها باللي هذه هي النمره ديالي جديده حيت طاح ليه التليفون ومشات ليه ديك النمره القديمه. البوليس غادي يتاكدوا باللي سعيد هو اللي مورا القتل ديال حسن حيت كون ما دار والو ما غاديش يهرب وما غاديش يبدل النمره وكون جا للكوميساريه ملي كانوا عيطوا عليه. المحققين غادي يسولوا العائله ديال سعيد على مراته منين. كيقولوا باللي مراته حياه بنت الدوار اللي حداهم. البوليس والجندارم غادي ياخذوا خو سعيد باش يمشي معاهم عند العائله ديال حياه حيت ممكن تكون مخبيه تما وسعيد بوحدو اللي هربان. وغادي يخليو واحد جوج محققين مع العائله ديال سعيد باش ما يصونيوش عليه ويقولوا ليه بلي البوليس جاو كيقلبوا عليك. ملي وصلوا للدار ديال العائله ديال حياه غادي يدقوا عليهم. ملي حلوا لهم الباب غادي يسولوهم حتى هما واش كاينه حياه في الدار. اختها كتقول باللي ما ساكناش تما وراها كتسكن في مراكش. البوليس غادي يقولوا ليها باللي حنا عارفين باللي كتسكن في مراكش وغادي يقولوا ليها حتى هي باللي عندهم امر باش يفتشوا الدار. حتى ديك البنت ما تعكساتش وخلاتهم يفتشوا وحتى تما ما لقاو فيها والو. وغادي يجلسوا معاهم حتى هما وغادي يبداو يسولوا فيهم امتى اخر مره جات عندكم حياه. حتى هما كيقولوا من العيد الكبير. وعاودوا يسولوهم امتى اخر مره اتصلتوا بها. كيقولوا بلي تقريبا ما دواوش معاها شي 10 ايام هادي. المحققين قالوا لهم واش ما مولفينش كدوي معاها عائلتها. كيقولوا لا وقالوا بلي كيدوي معاها ديما تقريبا ولكن هادي واحد 4 ايام اتصل بهم سعيد نسيبهم وقال لهم بلي التليفون ديال الحياه تهرس ليها وما عندهاش منين تدوي معاكم باش ما تخلعوش عليها. وقال لهم بلي دابا ما عندوش باش يشري لها التليفون جديد حتى يسهل الله ويشري لها واحد اخر. صافي من داك النهار كيقولوا بلي ما عمرهم دواو باقي مع حياه وحتى سعيد ما عمرو صون عليهم باقي. المحققين غادي تبان لهم هاد القضيه غريبه وغادي تفكروا ديك الجثه ديال ديك المراه اللي لقاوها في المزبله بعد 3 ايام على الموت ديال حسن. وديك المزبله كانت قريبه شويه للدار اللي كان كاري سعيد وحياه. المحققين ربطوا الخيوط ديال القضيه ديال القتل ديال حسن مع القضيه ديال ديك المراه اللي لقاوها في المزبله وقالوا ممكن سعيد حصل مراته كتخونوا مع حسن وقتلهم بجوج. هاد الشيء ممكن ولكن لحد الساعه
بصراحه هادشي غير افتراضات. المحققين غادي يطلبوا من العائله ديال حياه الا صنع لهم سعيد ما يقولوا ليه والو، باللي جاو البوليس كيسولوا على حياه وغادي يرجعوا لعند والديه وغادي يقولوا لهم باللي ولدكم هربان وهو المشتبه به في قتل ديال واحد مول الحانوت، وممكن يكون قتل حتى مراته، ولكن مازال ما متاكدين. وقالوا لهم باللي دابا خاصكم تعاونوا معنا باش نسدوا هذه القضيه. المحققين غادي يديروا واحد الخطه اللي هي قالوا لخوه يصوني عليه ويقول ليه باللي باك دار كسيده في الدوار، ضربات واحد الطوموبيل وراه تهرس في رجليه وفي يديه وخاصك تجي تشوفه، ويقول ليه راه درنا ليه الكبس في السبيطار وجبناه للدار باش ما يشك في والو. خوه غادي يدير داكشي اللي قالوا ليه المحققين بالتفصيل. سعيد غادي يجاوبه وغادي يقول ليه باللي غادي نجي مع الصباح بكري. البوليس غادي يبقاو في الدار ديال والديه سهرانين كيتسناو فيه لغد ليه مع 7 ديال الصباح. المحققين غادي يسمعوا الدقان في الباب. ملي حلوا الباب سعيد غادي يتصدم ملي شاف البوليس هما اللي حلوا عليه الباب. واحد جوج محققين غادي ينقزوا عليه وغادي يضربوا ليه المينوط وما دواوش معاه، وغادي يعيطوا على البوليس والجندارم اللي كانوا في الطوموبيلات مخبيين. ملي جاو غادي يطلعوه للطوموبيل وديريكت الكوميساريه في مراكش. ملي وصلوه للكوميساريه غادي يدخلوه ديريكت الغرفه ديال التحقيقات وغادي يبداو معاه البحث. اول سؤال غادي يسولوه هو فين هي مراتك حياه. سعيد بقى ساكت وما دواش. المحققين غادي يعاودوا يطرحوا عليه السؤال وفي المره الثانيه غادي يقول لهم ما عارفش. البوليس غادي يقولوا ليه واش كتنص علينا، راه حنا عارفين بلي انت اللي قتلتي حسن، ودابا فين هي مراتك، وعلاش ملي اتصلنا بك وقلنا لك اجي الكوميساريه ما جيتيش ومشيتي بدلتي النمره. هنا سعيد غادي يفرقع الرمانه وقال لهم قتلتها، وبقى شاد في راسو وكيقول بالغوات هذيك ما كتستحقش باش تعيش وتستاهل تموت حيت غدراتني ومسحت بيا الارض وشوهاتني. المحققين بقاو كيهتنوا فيه وقالوا ليه غير بشويه عليك وعاود لينا من الاول شنو طرا. سعيد كيقول بلي هو كيخدم في البني وملي كيشد شي خدمه مع شي طاشرون كيغيب على الدار 4 ايام حتى لسيمانه، كيبات في البلاصه اللي كيبني فيها. واحد النهار غادي يساليو الخدمه مع شي 8 د الليل والطاشرون اللي خدام معاه غادي يرجع ديك الليله لمراكش وهو يقول ليه بلاتي نمشي معاك نبات في الدار اليوم. داكشي اللي وقع غادي يوصلوا مراكش مع 10 ديال الليل. سعيد ملي مشى للدار حل الباب ودخل ولكن ما غاديش يلقى مراتو حياه. قال واقيلا مشات غير للحانوت تقدى شي حاجه وترجع، ولكن بقى كيتسنى فيها حتى دازت ساعه ونص السيده مازال ما جات. غادي يهز التليفون ديالو وصون عليها وما قالش ليها بلي راه كاين في الدار، غير بغى يعرف اش غادي تقول ليه. ملي جاوباتو غادي يبقى يدوي معاها عادي وقال ليها شنو خاص في الدار، راه غدا غادي نجي. حياه غادي تقول ليه بلي ما خاص والو وقالت ليه بلي ما قاداش تهضر وراها عيانه وبغات غير تنعس. تما صافي غادي يقطع التليفون. هنا سعيد غادي يعرف بلي مراتو مشات تبات في شي بلاصه اخرى. بقى كيتسنى فيها حتى الصباح تقريبا مع شي 8 حياة دخلت للدار وغادي تصدم باللي سعيد جالس كيتسنى فيها وما فهمت والو. سعيد غادي يقول ليها غادي تقولي ليا فين بتي او لا غادي نصفيها ليك، وكان هاز معاه جنويه. حياة شافت راسها ما عندهاش فين تكذب وهي تقول ليه الحقيقه باللي بات عند حسن مول الحانوت، وبقات كتبكي عليه تما وكتطلبو ما يدير ليها والو. وقالت ليه الا بغيتي نطلقوا من اليوم غير ما دير ليا والو وما تشوهنيش في الدوار ومع والديا. سعيد غادي يدير راسو سمح ليها ولكن غادي يشرط عليها واحد الشرط اللي هو قال ليها غادي ديري داكشي اللي غادي نقول لك بالحرف وما تسولينيش علاش. حياة قالت ليه اللي بغيتي نديرو غير سمح ليا. سعيد ما قال ليها والو حتى داز يومين على هاد الشيء وغادي يخليها حتى الليل. غادي يقول ليها اليوم غادي تصوني على داك مول الحانوت وغادي تقول ليه راه غادي نجي نبات عندك اليوم. حياة داكشي اللي دارت صونات على حسن وعلمته. حسن غادي يفرح وقال لها مرحبا. من بعد سعيد قال لها غادي تمشي عنده. حياة لبست جلابتها وبقات حتى 10 ديال الليل ومشات عنده. وهي كيفاش كان كيدخلها حسن كتمشي عنده الحانوت بحال بغات تقدا، وملي ما كيبان لهم حتى واحد حسن كيحل هذاك الباب وكتدخل لديك البلاصه فين كينعس وكتبقى تسناه تما حتى كيسد الحانوت. وهكاك عاوتاني في الصباح ملي كتبغي تمشي في حالها. وداك الشيء اللي وقع في ديك الليله ملي دخل حياة بقى واحد نص ساعه عاد كيجمع السلعه باش يسد. وهنا
فين غادي يوقف عليه سعيد وغادي يقول ليه شوف بلا شوها وبلا ما يسمعونا الجيران، ديك المراه اللي دخلتي راها مراتي، دابا غادي تدخل وتسد المحل وخلينا نفكوا هذا المشكل غير بيناتنا وبلا ما يسيق لينا حتى واحد الخبار. حسن ملي سمع هاد الهضره تخلع وما فهم والو وبقى كيقول ليه بلي هو ما عارفش بلي هي مزوجه. سعيد غادي يقول ليه واش بغيتي نجمع عليك الجيران، غادي تدخل وتسد المحل وخلينا نفكوا هذا المشكل غير بيناتنا. حسن داكشي اللي دار حيت خاف من الشوهه وخايف حتى مول المحل اللي كيسكن فوقو يسيق ليه الخبار حيت غادي يجري عليه. ملي سد المحل حسن كيتمشى وسعيد تابعو من اللور باش يدخلوا لديك البلاصه فين كاينه حياه. ملي دخلوا سعيد غادي يجبد واحد الجنويه وغادي يضربو ديريكت لعنقو. حسن غادي يطيح على الارض وسعيد ما حبسش هنا، غادي يجلس على ركابيه وبقى كيضرب فيه حتى مات. تما غادي يقول الحياه ما تقيسي والو وبقاو جالسين حتى وصلت لوحده ديال الليل. ملي الحومه خوات وغادي يخرجوا من داك المحل وسدوا الباب ومشاو لدارهم. غادي تدوز يومين على هذا الشيء. سعيد غادي يقول الحياة باللي قرر يرحلوا من مراكش ويمشيو للبلاد عند والديه حتى تهدل القضيه. حياة غادي تقول ليه انت اللي عارف وكان كيحسب ليها باللي يسمح ليها، ولكن سعيد لا، هادشي كامل كان خطط ليه. المهم غادي يبداو يجمعوا في حوايجهم باش يرحلوا، ولكن في الليله قبل ما يرحلوا سعيد خلى حياة حتى نعسات وغادي يشنقها حتى مات. ملي قتلها يجلس كيفكر كيفاش يتخلص من الجثه ديالها، وهنا فين غادي تطيح عليه الفكره يقطعها طرف طرف، ولكن خاف من البوليس يتعرفوا عليها. داكشي علاش ملي قطعها الغد ليه غادي يمشي يجيب لها السيد وغادي يحرقها كامله خصوصا في وجهها وفي يديها باش البصمات ما يبانوش وباش الملامح ديال وجهها ما تبانش. ومن بعد غادي يقسمها على 3 ديال الخناشي وكيجلس حتى الليل وكيهز خنشه بخنشه كيديها حتى كيلوعها وكيرجع للاخرى. وهادو هما الاعترافات ديال سعيد. البوليس ملي سالوا معاه البحث وغادي يديروا معاه اعاده تمثيل الجريمه كيفاش قتل حسن وكيفاش قتل مرته، ومن بعد غادي يقدموه للمحكمه وجلسه مورا جلسه غادي يتم الحكم عليه بالاعدام. نتوما شنو في نظركم هو السبب اللي كيخلي بعض العيالات كيخونوا رجالهم وبعض الرجال حتى هما كيخونوا عيالاتهم؟ الراي ديالكم كتبوه لي في التعليق. وهذه هي القصه ديال اليوم. الى عجباتك بارطاجيها مع اصحابك، شي يجي من الفيديو اشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.